اهلا بيكم في قناة اصل الحكاية مع حسن سعيد. في فيديو النهاردة هنتعرف على موعد مباراة نادي الاهلي المصري ونادي فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، وهنتعرف على التشكيل المتوقع لنادي الاهلي، وهنتعرف على ابرز اللاعبين في نادي فلومينينسي البرازيلي. بس قبل ما ندخل في التفاصيل، لو انت متابع للمارد الاحمر النادي الاهلي واول مرة تدخل على القناة، اعمل اشتراك دلوقتي في القناة عشان يوصل ليك كل جديد. بعد مباراة كانت من العيار الثقيل بين النادي الاهلي المصري ونادي الاتحاد السعودي، النادي اللي بيضم باقة كبيرة من نجوم العالم واللي بيتقدمهم الفائز بأفضل لاعب في العالم في العام السابق كريم بنزيما، واللي خسرها أمام نادي الأهلي المصري ب3 أهداف لهدف بأقدام معلول والشحات وإمام عاشور، اللي يثبت النادي الأهلي إن مهما كان قدر الإنفاق من الأموال فده لا يساوي شيء من روح فانيلة النادي الأهلي. ويلتقي النادي الأهلي في المباراة القادمة في نصف نهائي البطولة مع بطل قارة أمريكا الجنوبية نادي فلومينينسي البرازيلي، واللي بيضم باقة من النجوم يتقدمهم اللاعب السابق لريال مدريد مارسيلو، وهداف النادي بالدوري البرازيلي جيرمان كانو ب10 أهداف، وفليب ميلو اللاعب السابق لإنتر ميلان ويوفنتوس. أما عن موعد المباراة فستقام المباراة يوم الاثنين 18 ديسمبر 2023 على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية. أما عن توقيت المباراة فستقام المباراة في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة 10 مساء بتوقيت الإمارات. أما عن تشكيل النادي الأهلي المتوقع للمباراة فهو كالآتي: في حراسة المرمى محمد الشناوي، في خط الدفاع محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول، في خط الوسط مروان عطية، اليو ديانج، إمام عاشور، في الهجوم بيرسيتاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم، كهربا. وبكده وصلنا للنهاية. كل التوفيق للنادي الأهلي في المباراة القادمة، وما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة عشان يوصل ليكم كل جديد. كان معكم حسن سعيد.